في عمليات الرصد التي استمرت حوالي شهر، كانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى في تركيا، وبدأوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها حوالي 80 كيلو، واستعانوا في تركيبها أيضا وفي إعدادها بمعرفة كوادر حماس اللي تم تدريبهم على أيديهم، وبدأوا في عمليات الرصد وتجهيز العبوة في محافظة الشرقية، وكلفوا بعض العناصر بشراء السيارة من سوق السيارات في مدينة نصر، وبدأوا في تجهيز السيارة في إحدى الشقق السكنية في مدينة الشيخ زايد في أكتوبر. ويوم العملية صباحا قام أحد هذه العناصر بنقل السيارة إلى موقع الحادث، وأشرف باقي أعضاء الخلية على عمليات التفجير. وعقب التفجير تم إرسال الصور التي التقطوها هؤلاء إلى عناصر حركة حماس، ثم إلى الدكتور يحيى مرسي الهارب يحيى مرسي. وكان هذا المخطط يضم مجموعة من العمليات الأخرى تم كشفها لاستهداف العديد من الشخصيات الكبرى والهامة، واستهداف عدد من سفارات الدول الأجنبية الكبرى والعربية المتعاونة مع مصر، كذا كشف بعض العمليات التي ارتكبتها هؤلاء الخلية. وتم ضبط جميع العناصر التي شاركت في العملية وفي العمليات الأخرى. بلغ عدد العناصر التي شاركت في عملية اغتيال الشهيد هشام بركات 14، ومجموع الخلية بالكامل 48 عنصر تم ضبطهم. تم ضبط العديد من السيارات المعدة للتفجير في الجيزة وفي الشرقية، فيها كميات هائلة من المتفجرات. تم كشف العديد من الشقق السكنية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية التي كانت تستغل كمصانع لتصنيع المتفجرات، وبها كميات ضخمة جدا من المتفجرات المعدة للتفجير. وتم تقديم جميع المضبوطين للنيابة.